عايز اروح لك في موضوع تاني في الزمالك، قصه حسام عبد المجيد. يا جماعه حسام عبد المجيد لو اداره الزمالك، هو بالمناسبه عقده يخلص يناير الجاي ده اللي وراه، يعني يتبقى سنه في عقد حسام عبد المجيد او سنه ونص، قول زي ما انت عايز تقول. حسام عبد المجيد هو طالب زياده، طالب 20 او 25 مليون مع الزمالك في عقده الجديد. لو حسام عبد المجيد ما جددش عقده مع نادي الزمالك الفتره الجايه وما الزمالك ما عرفش يبيعه بسعر مناسب، هيروح النادي الاهلي. ممكن تشوف حسام عبد المجيد في نادي الاهلي. فالزمالك بيخطط ان مقابل حسام عبد المجيد ان هو يوديه بيراميدز وينجح ان هو حسام عبد المجيد ما يروحش الاهلي، فيودي حسام عبد المجيد وياخد رمضان صبحي. يقول لك اهو انا هستفاد راس براس، هستفاد اجيب جناح كويس بقيمه رمضان صبحي وارجع فورمه رمضان صبحي مره ثانيه واخد راس براس وانا كسبان اهو. خليك حدق وخليك شواف اهو. ادي الزمالك بيفكر في الحته دي عشان حسام عبد المجيد ما يلبسش الفانلة الحمراء في النادي الاهلي. وكل شيء وارد في كرة القدم، لكن هنشوف الفترة الجاية يا جماعة. هتلاقوا الفترة الجاية في صفقات، يعني ده طبعا داخلين على يناير. هتلاقوا اخبار كتير جدا، فيستون مايلي ممكن يمشي، فيستون مايلي ممكن يبقى في الاهلي. هتلاقوا اخبار كتيرة وشائعات كتيرة تطلع الفترة الجاية، وانتظروني ان شاء الله باذن الله في لقاءات جديدة، وانتظروني ان شاء الله باذن الله. اشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. السلام عليكم.